هلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو كلكم في احسن الاحوال. البنات اش اخباركم؟ مبروك عيدكم غدا ان شاء الله العيد. المهم هذا الفيديو هذا الفيديو راني بديتو من اليوم في العشيه. وغدا ان شاء الله نكملوا معكم ان شاء الله في العيد. وهنا البنات جيت نشارك معكم بعدا قبل ما ندخل الكوزينه. جيت نشارك معكم القفطان ديالي اللي صايبت في هذا العيد. المهم التصميم ديالي، الفكره ديالي، المهم انا من دوك الخياطات اللي خياطه ما خياطه. المهم هنا البنات غنشارك معكم الجليليبه ديالي اللي درتها هذا العام في العيد، والقفطان ديالي اللي درت وخديت لهم هاد البليغه اللي غنلبسها مع القفطان. الا بغيت انا ما تلبسش البلاغي بزاف، ولكن خديت هاد البليغه هذه خديتها جلد، لبسها مع القفطان، وفي نفس الوقت فيها واحد شويه ديال النحاسي. الا بان لكم ما عرفتش مع الضوء واش كيبان مزيان ولا لا، فيها شويه د النحاسي يعني قريبه شويه. الا بغيت تلبسها حتى مع هذا، الا بغيت تلبسها مع الجلال مع الجلابه، يعني راه فيها شويه ديال النحاسي كما شفتوا. وبحكم ان الطرزه اللي في الجلابه حتى هي اللون النحاسي، وفيها واحد شويه ديال العقيق نحاسي. المهم راه غادي تواتى مع التليفون، ما عاطيش حقه التصوير، يعني تتبان الصوره بحال دابا القفطان ديالي انا هو راه موف مغلوقه البنات، وضرب فيه الضوء وشو كيفاش تيبان غوز، مي هو راه ماشي غوز. وهنا البنات غنشارك معكم واحد الكيكات غادي نديرهم خفاف ظراف، غنشاركهم معكم اللي صايبت العيد ان شاء الله صايبتهم. عندي هنايا كيكه ديال القهوه، معلقه عندي معلقه ديال القهوه، معلقه ديال نيسكافي، ديك قهوه ديال سريعه الذوبان كيف ما بغى يكون النوع ديالها، وعندي كاس لاروب ديال الزيت، وعندي كاس معامرش ديال سنيده، وعندي واحد الساشي ديال الفاني، وثلاثه ديال الخمارات، وعندي تقريبا ثلاثه ديال الكيسان ديال الفورس ديال الطحين. غير هو البنات راه سيروا على حسب عينكم، ميزانكم على حسب البيض، ربما يكون كبير او لا صغير. الا كان انا دايره اربعه البيضات راهم كبار شي شويه، فاش درت فيهم ثلاثه ديال الكيسان ديال الدقيق، يعني ماشي كيسان عامرين تفاتوا القياس، كاس عادي يعني هذا. ودرت فيهم ساشيه ديال الكاكاو. كتجي هاد الكيكه ديال القهوه يا البنات فيها واحد النسمه، واحد المذاق رائعه جدا جدا. تعرفوا الفطور ديال العيد الصباح ما تنقدوش نفطروا في الصراحه، راه غير المهم تنتشهاو ديك الطبيله مزوقه، وديك الطبيله دايزها الكلام في العيد وصافي، واخا ما تنقدروش نفطروا. المهم هنايا البنات غادي نديرها هنا الطيب. ما تحاولوا ما تكثروش الطحين في الكيكه، الا بغيتو تجيكم هشه بين وبين، ما هي ثقيله ما هي جاريه. تاني الا كانت جاريه اكثر من القياس راه تقدر تفصليكم الكيكه وتهبط. المهم هنايا غندوز للكيكه الثانيه، حتى هذه كتجي هائله البنات، كنتمنى تجربوها. المهم كتجي زوينه في الصراحه. المهم كلشي تيعرف، شوفوا كلشي تيعرف يدير الكيكه، كل وحده تتعرف دارها دير كيكه بطريقتها بالمقادير ديالها يعني. المهم انا كنشارك معكم الكيكات اللي صايبت العيد. عندي هنا 4 البيضات، عندي كاس ديال الياغورت، عندي واحد الفاني، عندي نسيت ما قلت لكمش راني درت كاس الكيكه ديال القهوه فيها كاس نص كاس ديال الماء، فيه واحد المعلقه كبيره ديال هذا الخل، وقبيصه د الملحه. هذه حتى هي راني دايره فيها كاس ديال 4 البيضات، كاس ديال الياغورت، كاس معامرش، كاس لاروب ديال الزيت، كاس ديال السنيده معامرش، ثلاثه ديال بحال ديما الكاس د الزيت والكاس ديال السنيده. اللي ما بغاهاش حلوه تينقص داك الربيع ديال الكاس ديال الزيت ديما ناقص الربع ديالو، لان الزيت راه كتيدم الكيكه وتتجي حالته. ما كتبغيش الليدان بزاف، الزيت ما تقويوش الزيت بزاف في الكيكه. المهم هنا قلت لكم البنات درت 3 د الخمارات حتى هما، وواحد الفانيلا وياغورت، ودرت ليها واحد شويه ديال الخل، معلقه كبيره ديال الخل، ما درتش فيها هذه الماء.
وغنحرك كل شيء ونزيد الدقيق حتى هو 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، لان هنا عندي البيض كبيره البنات. درت 3 د الكيسان ديال الدقيق. هاد الكيسان اللي تنخوي بهم سنيده وهما باش عبرت كلشي. المهم انا عابره وكابه في هاد الزليفات هادو. منين غنخلط كلشي الدقيق ونخلط معاهم الخميره، من بعد عاد باش غادي نزيد الشكلاط فيرميسيل. غادي نخلط الشكلاط. درت واحد 5 دراهم ديال الشكلاط فيرميسيل البنات. المهم نتوما على حسب الكيكه، الا عندكم كبيره فيها كاين اللي كيديرها كبيره تيأستاد البيضات على حسب. المهم انا دايره 5 ديال الدراهم ديال 5 دراهم ديال. وتنحيد واحد شويه تنخليه تنديرو من الفوق، غير واحد شويه ماشي بزاف. هانتوما كما تتشوفوا تا كنخلط الدقيق عاد باش تنزيد والخميره عاد باش تنزيد هذاك. ما تنحركهاش بزاف باش تنخلي دوك الحبيبات في وسط العجينه باينين. صافي هنايا غندير درتها انا في المول العجيبه البنات. ومن بعد منين طابت ما شاركتش معكم حيت ما صورتش. كانت في ديك العشيه كنت كنصور، كانوا خوتي وداكشي وكانوا شي جيران ديالي وصافي ما خليت التصوير كاع ما بقيت صورت. المهم زوقتها بهذا. منين طابت زوقتها درت فيها غير دانيت، 2 ديال الحكاك ديال دانيت شكلاط من الفوق في داك الوسط. ودرت فوق منهم هذاك اللوز ايفيلي. ودرت فيها واحد الخطيطه ديال الكراميل، يعني غير الزواق وصافي. ما عرفتوا ما كملتش التصوير فاش طابوا الكيكات ما كملتش التصوير، مع كانت عندي الدار عامره وصافي ما كملتش التصوير. المهم هذا ان شاء الله الصباح ديال العيد البنات. هذا الصباح ديال العيد اللي تنقول لكم فيه مبروك عيدكم. واخا جا الفيديو هذا معطل البنات، ما حطيتوش في الوقت ديالو بزاف ديال الظروف، لان ما حطيت الفيديو في الوقت ديالو. المهم هنايا هاد البغرير هاد المخمر هذا ماشي مسمن، مخمر جابتو لي اختي. جات فطرات معايا حتى هي كاينه حدايا حدا الدار ساكنه. وهذه الدار ديالي في مكناس البنات، لان انا معيده في مكناس. وهاد الفراش اللي تتشوفوه هو اللي كنتو كتشوفوا عندي. الناس اللي متبعيني في الفيديوهات القدام كان عندي في الدار ديالي ديال كازا. وفاش شونجيت الفراش وداك الشيء. فاش قلت لكم البنات فاش شونجيت الفراش جبت هذا هبطو للدار ديالي، لان داري كانوا فيها الكرايه. ومنين خرجت الكرايه صافي هبط لهاد الفراش كان نجي ليها. المهم ما علينا البنات. هنايا تنحط الطبيله ديال الفطور. هنايا هادي البنات راه ماشي لا ناب، هذا راه داك سيميلي كوير. كان مطوي كتشوفوا فيه دوك التنيات، ما بغاش يتسرح عييت ما نسرح فيه. مع شريته في كازا وهبطوا معايا باش نحطو على الطبله. صافي بقات فيه ديك التنيه ما بغاش المهم يتسرح. وهنا البنات دزت باش ندير شويه ديال البخور. هاد البخور هذا البنات جابتو لي واحد الصديقه ديالي من العمره، بخور واعر تنقول لها شكرا من هنايا. وهاد المبخره حتى هي كان جابتها لي واحد الصديقه اخرى الحاجه، الله يخلف عليها شكرا. صراحه عجباتني هاد المبخره دايره بحال الشكل ديال الفوطوي. المهم تنقول لها شكرا من هنايا الحاجه زبيده. والبخور جابتو لي الصديقه ديالي فاطمه، حتى هي كنقول لها شكرا. المهم البنات قلت لكم الفطور ديال العيد. هنايا غادي نفطر انا ووليداتي ومعجات الاخت ديالي. فطرنا عاد باش غنمشيو عند موالين الدار دايرين الكسكسو. تعرفوا الكسكسو كلشي موحش الكسكسو هو الاول تنسبقوه في العيد. كلشي تيتسنى داك النهار ديال العيد، نهار ديال الكسكسو ما فيهاش. المهم تيكون سبيسيال البنات العيد مع العائله والحباب والخوت. انا تنعيد الى عيدت في كازا راني تنعيد مع العائله ديال الراجل ديالي مع الراجل ديالي. المهم تنعيد مع عائله راجلي. ما هبطت المكناس تنعيد مع والديا. وهنا البنات هذه هي الطبيله اللي وجدنا. هاد الكيكه نتوما ما كانت بنتي اللي شاده تتصور ما صوراتش مزيان ما زوماتش مزيان باش تشوفوا الكيكه جات هشيشه يا البنات. وديك الكيكه د القهوه فيها واحد المذاق خطير، والكيكه الاخرى جات واعره واعره يا البنات فنه. وهنا البنات غادي نفطروا
وديك الساعه عاد غادي نمشيو. انا راجلي وولادي تيتسناوني نسالي التصوير عاد باش يجيو يدوروا الطبله يفطروا. المهم منين فطرنا مشينا عند مالين الدار، صافي كملنا الايام ديال العيد. البنات ما درتش المونتاج الفيديو، كان عندي واحد المشكل في التليفون، وكان حتى الوقت باش الوقت باش نجلس. انا اصلا مازال جالسه في مكناس، حتى الوقت باش غادي نجلس باش ندير المونتاج الفيديو ما كانش بزاف ديال الظروف، وهذا الشيء اللي كاين. المهم عاد كتاب باش نحطو. خير البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وعيد مبارك سعيد البنات. المهم انا معيده في مكناس، غتشوفوا انني ماشي في داري اللي في كازا، انا في مكناس. وهاد الفراش اللي كتشوفوا كان عندي في كازا وهبطوا للدار ديالي اللي في مكناس. وغادي نفطروا ان شاء الله في داري، وغادي نمشيو عند مالين الدار غنتغداو تما ان شاء الله بحول الله. والمهم عيدكم مبارك سعيد البنات. المهم درت الفطور انا ووليداتي باش نفطروا، وعاد غادي نمشيو عند مالين الدار ان شاء الله باش نكملوا معاهم النهار ديال العيد ونتغداو معاهم ونكملوا النهار تما. المهم انا ملي تنجي المكناس انا هنا انا شويه في داري، انا شويه عند مالين الدار، انا شويه في عند الاخت ديالي. المهم حتى كدوز العطله ديالنا. والمهم جيت نقول لكم مبروك عيدكم البنات، عيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالسلامه والعافيه. والمهم شاركت معكم الطبيله ديال العيد، الطبيله ديال الفطور، شي حاجه غير شي حاجه بسيطه، ما بغيناش نغلقوا لان ان شاء الله غنديروا الكسكسو. راكم عارفين نهار العيد الناس كتكون موحشه الكسكسو، غنديروا الكسكسو عند مالين الدار. ولا كان شي حاجه زوينه وغنصورها معكم ان شاء الله في هذه العطله هذه، في هذا العيد اللي دوزتو في مكناس راني غادي نشاركو معكم. وعيدكم مبارك سعيد. وهنا البنات من مور ما داز العيد كنت المهم ما عرفتش واش ثالث عيد هذاك ولا رابع عيد، والله ما بقيت عقلت. كنت مشيت لفاس. المهم مشيت انا ديما نمشي لفاس، خصني ضروري المشيان عندي لفاس. هو الا مشيت لفاس القديم، المدينه القديمه هذيك هي اللي تنتسمى مشيت لفاس. ما الا مشيت للمدينه العاديه اللي بحال المدن الاخرين عاديين، يعني اي مدينه مشيت لها خصني نزور ديك البلاصه القديمه اللي تتكون في اي مدينه مشيت لها. راكم عارفين علاش تندوي. المهم على هذا المكان اللي تيبان لكم ديك البلاصه ديك بوجلود، جيت مولاي ادريس. المهم هادشي اللي حافظه انايا، ما حافظاش كل شيء، المهم غير هادشي. ومن هنا بغيت نقول واحد السيده كانت سولاتني على النمره ديال التليفون ديال السيد اللي تيبيع الفضه في فاس. كانت شافت واحد الفيديو ديال الفضه. بصراحه مشيت لفاس، ولكن حبيبه نسيت ما مشيتش عنده ناخذ. وكنت قلت لك جاوبتك وقلت لك راه الا مشيت لفاس غناخذ النمره ديالو. هنا البنات كما تتشوفوا خديت هاد المخيدات هادو ديال خديتهم للكنابي. مازال ما شاركتش معكم الكنابي اللي صايبت في الدار ديال كازا، ان شاء الله تنرجع شي فيديو اخر وغادي نشاركو معكم. المهم خديت لهم هاد المخيدات الاولين كاع اللي بانوا في الاول اللي فيهم الصفر والمارو، مشيت على حسب اللون اللي عندي في الكنابي. وعنده اثمنه زوينه بصراحه، ثمنات زوينين، وحتى الخدمه متقونه زوينه. وهاد الزنقه هذه خاصه غير بالناس اللي تتبيع الطرز في فاس، وزعما ما خديتش شي حاجه. وهاد الاخت اللي قلت لها غادي نمشي لعند السيد وغناخذ النمره وغنحطها في الفيديو، والله حبيبه الا نسيت، ما وصلتش كاع انا للصفارين ولا سميت ديك البلاصه اللي فيها الفضه، ما وصلتش كاع لتماك. حدي هاد البلاصه اللي فيها حد موالين الطرز هنايا صافي ورجعت. وخديت شويه ديال البخور، واحد السيد انفص مع هاد مول الطرز تيدير البخور واعر البنات خطير. كدوزو من ديك الزنقه عرفتي واحد الروايح ما نقولش لكم، ريحه البخور، ريحه الروايح، ريحه الندرع. المهم جميع انواع ديال البخور والروائح الجميله. المهم خديت شويه ديال البخور وخديت هاد المخدات ديال الطرز صافي. هادشي اللي خديت وتساريت شويه فاس ودرت شويه فاس وصافي ورجعت بحالاتي ونسيت حتى وصلت للدار هنا في مكناس. عاد باش تفكرت مول الفضه ما دزتش عنده، وانا كنت غير حداه، يعني كنت غير حداه، كان بامكاني ندوز وناخذ الرقم ديالو ونسيت. البنات قلت لكم البنات هنايا تستعد مول البخور
دار لي صرغينه مسقيه على حقها وطريقه، على حقها وطريقه، فيها واحد الرويحه، واحد الرويحه ما نقولش لكم. تيبيع العود، عرفتي العود اللي ريحته نيت، عرفتي الريحه. صراحه ما خديتوش، كاين عندي واحد شويه كاين في الدار، فما خديتوش، خديت غير صرغينه ما بقاتش عندي، وخديت قلت غنجرب من عنده صرغينه، الا عجباتني من بعد نرجع نوبه اخرى عاوتاني نعاود نزيد من عنده. عرفتي راه دارها ليا مسقيه بزاف ديال الحاجات دارهم في ديك صرغينه، شنو هما الله اعلم، انا ما عارفاهمش. المهم سقاها مزيان، وعرفتي فاش عطاها لي واحد الرويحه فيها تتحمق. ايوا المهم خديت صرغينه ديالي البنات، وخديت المخدات اللي خديت وضربت دويره تما فاس. المهم تساليت وشت، كيعجبني ديك البلاصه القديمه تماك. صافي ورجعنا دوزنا المهم واحد الوقيته زوينه وتغدينا تماك. ما شاركتش معكم التفاصيل كامله. تغدينا تماك صافي ورجعنا في حالاتنا. والمهم البنات ما تنساونيش، هذا هو كان الفيديو ديال العيد، هذا هو كان الفيديو ديال العيد ديالي في مكناس. قلت لكم انا ملي تنكون في كازا راه تنعيدوا حنا والعائله ديالو، انا والاخوات ديال الزوج ديالي، لان هو ما عندوش الوالدين ديالو، ما عنده لا امه ولا باه الله يرحمهم كاملين. كيكونوا الخوت ديالو تنتجمعوا، ما هما ما يبقاوش بوحدهم، حنا ماشي ما نبقاوش بوحدنا. تنتجمعوا يا اما عندي يا اما عند لوستي، المهم كنتجمعوا صافي. جيت المكناس راني تنعيد عند مع والديا. ومن هنا تنقول لكم شكرا على المتابعه، اللي تبع الفيديو ديالي واللي كان متابعني شكرا. وما تنساونيش من لايك البنات، غير على الاقل يطلع شويه الفيديو، شويه غير شويه القناه غير طلع شويه الفيديو يتشاف بلايص اخرين. وشكرا جزيلا لكم. وما تنساونيش من جيمال البنات، ما تنساونيش، واللي بغى يتطوع ويدير لي شي قليب، اللي ما فيه ما يكتب شي كلمه يدير شي قليب، شي ايموجين. شكرا لكم بزاف وبسلامه عليكم، وحتى الفيديو مقبل ان شاء الله.